كابتن رضا، الحمد لله انك جيت في الوقت المناسب. ايه ما عرفتش اللي حصل؟ خير، ايه اللي حصل؟ مرة تانية مع الكابتن علي ابو جريشه هنرد على التليفونات اهو، ده حظنا كويس اهو. هنرد على التليفونات ونحل تحليل سريع بالنسبة للمباراة. فضائية مصرية؟ الو. الو. اتوقع 2-0 لمصر. 2-0 لمصر. اسمك ايه؟ عمرو محمد يسري. عمرو محمد يسري. منين يا عمرو؟ مصر الجديدة. مصر الجديدة. شكرا يا عمرو. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبي. مع الف سلامة. مع السلامة. مع العافية. كابتن علي ماهر، مبروك التأهل لنهائي كأس مصر في مباراة صعبة، و يعني يمكن قبل ما اتكلم على المباراة عايز اطمن مع علي ماهر، ايه الحكاية بدأت من الانذارين بينك وبين عمرو انور؟ ايه اللي حصل بعد المباراة؟ بعدين يشتموا من اول ماتش، ايه المال في ايه؟ وبعدين ده طبيعي جدا القناه يخسر من النادي الاهلي، هم متضايقين من ايه؟ وعاملين كان هم فرقه جامده يعني، مش فاهم على ايه؟ هيخسروا في اي وقت، ولو في ضربات جزاء كانوا هيخسروا، وده النادي الاهلي لازم كله يفهم كده كويس، وعمرو انور ما اعرفش فيه ايه وماله، والتاني عاملين يضربوا وعاملين مالهم، وعاملين يشتموا من اول ماتش، خير في ايه يعني؟ في ايه؟ في ايه؟ اتلعبت على طول عبد الحليم علي، وفي شنكله وانذار لجمال جده، واخد انذار قبل كده. هل كلامي هيبقى زي كلام محمد وادي؟ انذار فعلا الثاني وطرد لجمال جده اهو قدام، يمكن ما فيهاش حاجه اهو. بصوا حضراتكم بقى، ادي ايده. والله يا كابتن حسين ما جيت جنبه، اقسم بالله العظيم ما جيت جنبه، استغفر الله العظيم والله ما جيت جنبه. مش الراجل اقول لك ايه طيب؟ ادهم الراجل ده هيخلص نعيط. ايه اللي حصل في الملعب؟ يا كابتن هو داخل على الكوره وانا وراه على طول، وراه هو بيلف كده وانا وراه، راح واقع يا كابتن، وقعت انا هو والله ما لمسته، وكمان لو في حاجه هتبان يا كابتن والله ما لمسته. بس بقى استغفر الله العظيم، صرفوا له كرتونتين بيض. وعلاء ميهوب فيها فكر عالي قوي من لا بيلعبها، انما علاء عبد الصادق تخبط فيه وتطلع بره كوره. برضه علاء ميهوب والكاس لمساتهم عاليه جدا، لما بيعملوا باسنج والتاني مشكله بين شوبير وعلاء عبد الصادق. شوبير بيطلب تغيير، محمد يوسف وهادي بيهدوه. طبعا الاعصاب مشدوده جدا لان الماتش ده حساس قوي. الكورنر وطلع شوبير على طول من اعلى نقطه يمسك، وتكير او عامل حسابه انه على الخط عشان ما تبقاش لمسه تاني. والنبي يا كابتن سيبني في اللي انا فيه، ما حدش ليه دعوه بيا. قاعد في الارض شوبير، كابتن انور سلامه نازل له، كابتن صلاح حسني. مشدود قوي شوبير، بيقول ان في شد في العضله. كابتن حسام حسن، اهلا يا كابتن. ازيك يا كابتن حسام؟ انا في الحقيقه ابراهيم مش حسام. انت ابراهيم؟ مين ابراهيم؟ ابراهيم حسن توأم حسام. بس يا كريم، بس يا كريم، بس يا كريم والله. امال في كريم يا حبيبي؟ توأم حسام؟ الله. حسام؟ اهلا يا حسام. الله، مش معقول. يعني انت ابراهيم وانت حسام؟ الله. ابراهيم انت بتلعب في الفرقه برضه؟ لا، فريق 21. فريق 21؟ بلعب. بتلعب راس حربه برضه؟ لا، باك يمين وباك شمال. الله. ومرشح الفريق الاول؟ ان شاء الله. انا تصوري لو لعبتوا انتوا الاثنين فرقه واحده مش هنعرف مين فيكم الباك ومين الفيرود. ها؟ طب قرب كده حسام شويه. ده بيحصل يعني؟ ممكن يروح النادي الاهلي يلعب مكانك؟ ممكن يعني، لو كان حتى لو هو متأيد في افريقيا السنه كنت ممكن العب باسمه بسبب الطرد اللي انا طلعته ده. انما لو حصل كده ممكن انت تعرف تلعب باكات مكانه؟ لا يعني هو العب باسمه بس ممكن العب في مكان يعني محدش ياخد باله. كارنيه مكتوب باسم ابراهيم، بس العب في نفس المركز بتاعنا. يا هلا يا هلا، سيبه يا مجنون منك ليه؟ حلاوه يا هلا، سيبه يا مجنون منك ليه؟ انا عارف ربنا ابتلاني بيكوا ازاي. والاثنين جهاز فني شايف الخلل، وشايف اللعيبه اللي بتسهر، وشايف اللعيبه اللي بتشتم زملائها، وشايف اللعيبه بتاخر على التدريب، وشايف اللعيبه اللي عارفه انها سهرانه في اماكن مش كويسه ومش قادر ياخد موقف، وسايب لعيبه لاعب مش في مكانه ولكن بيجامله ومخليه. لا، اداء الزمالك سيء لحد النهارده، لعب ماتش كبير جدا جدا. المدرب بتاعي للاسف الشديد مش جاي بقول النهارده، انا ما يهمنيش النتيجه، لكن انا بقول ان هذا مدرب سيء. اما اللعيب اللي عايز
قادر ومش عايز يأدي، يعني اللعيب اللي مش عايز انا بقول له هتحقق معاك وهتتشطب. ده انت ده بقى في شغلانه. معانا ارن شطه بيقال ان هو بيعزف وبيغني كويس جدا، فانا هو كان رافض ان هو يغني، فانا حضرت له عود. عندي انفلونزا والله. معلش انت قلت بلاش معرفش ايه على العود، والعود جبته لك ممكن لو سمحت. وبعدين ارن شطه معروف ان هو يعني هو مش مصري اولا، مش كده؟ مش مصري. سوداني قلت لي. من السودان. بس بستغرب لونك فاتح جدا يا كابتن شطه. سوداني مؤشر. سوداني مؤشر. طب هتسمعنا ايه بقى؟ والله ادوني 3 دقايق كده افكر اسمع. البرنامج كله 3 دقايق. لا ده احنا ما عندناش وقت غير 3 دقايق. ممكن نقف 50 دقيقة حداد على روح بابا. أن يلامني لون العوادي وإحنا لم نمنع. طبعا يا كابتن لنا عشان تفوت في لجنه الاحكام واتحاد الكوره طبعا بيجيبوا حكام اجانب من مباريات القمه زي دي مباريات كبيره زي دي، والمفروض ان هي تحدد مصير دوري ومصير المفروض موسم كامل، فيجيبوا حكام على مستوى عالي. يعني انتوا بتدفعوا فلوس وبتجيبوا الحكام دي، فتجيبوا حكام على مستوى عالي طبعا بتدفعوا كده فلوس. الحكم ده ما نعرفوش ما نعرفوش اي تاريخ، هو حكم زي حكم الفرنسي اللي هو حكم ماتش الزمالك الاهلي والاسماعيلي، ده حكم 10 على 10. طب ما تجيبوه. اخروه كتير انما هادي خشبه يقطع. في أول إنذار في المباراة، أول إنذار في المباراة، كارت أحمر طلع على طول. هنشوفه مرة تانية. كابتن محمد صبري بينادي على اللاعبين اللي حيصير في الحزم. هي دي الكورة المصرية دلوقتي، اتحاد الكورة جايب حاجة بقلاوي، حاجة بيقدر عشان ياخد البطولة والبطولة أسهل أوي. كابتن علي ماهر، ايه رايك في الموقف اللي احنا موجودين فيه في مباراه؟ انا مش عارف والله، انا مش عارف. احنا حاسين ان دي مش ماتش كوره، دوره رمضان دي ولا ايه؟ مش عارف يعني. بعد 34 دقيقه داخلين في الدقيقه 35 هيطلع محمد عبد الجليل وينزل مكانه محمد صبري. لغرفة خلع ملابس نادي الزمالك بعد لحظات من خروج نجمه محمد عبد الجليل، بنقول في هيصة في الاستاد، في ناس بتشجع، ناس بتتابع الماتش، لكن محمد عبد الجليل لوحده. كابتن محمد، يا ترى اسباب خروجك ماتش النهارده؟ والله انا مش عارف، يعني هو يمكن اسباب خروج اللي انا اهلاوي مثلا ولا حاجه، هم شايفين نادي الزمالك انا بقى اهلاوي يعني بلعب للنادي الاهلي مثلا، يعني مش عارف. انا الكابتن احمد رفعت وكابتن فاروق جعفر تفكيرهم ازاي، وانا قبل الماتش قايل لهم سيبوني العب الشوط الاولاني كله وحش حلو، سيبوني اكمله، ما تذبحونيش بالطريقه دي. ما تمشيش. لا دقيقه واحده، تعالى اقعد مكاني دقيقه واحده. تعالى اقعد مكاني، تعالى اقعد مكاني، تعالى يا كابتن. انا اي ملحق القطر يا عم. تعالى بس، يلا يا كابتن، ما انت بتلعب كوره وزعيم وبتخسر وبتاع، تعالى خش.